السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة. الممثلة خلود أبو بكر بطلة مسلسل زوجان ولكن بدور نفيسة، وصاحبة الفيديو العمل إثاري للجدل في الميديا في السودان. اتكلمنا عنها في الحلقة السابقة. اليوم خرجت واعتذرت لجمهورها بسبب الخطأ الغير مقصود الحصل في الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا عاملة الفيديو ده حابة إنه أنا أشكر أي زول يتكلم فيني كلمة حق، وأي زول يتضامن معاي. شكرا، وربنا ما يبليكم في عروضكم. وحابة أقول للزول اللي عمل الحاجة دي وشهر بي بالطريقة دي وعكس للناس صورة سيئة وقبيحة جدا عني، حسبي الله ونعم الوكيل. أنا ما عندي حسب غير ربنا سبحانه وتعالى، فالحمد لله. وأنا بعتذر، بس المشهد كان غير مقصود، وأي زول شاف المشهد هيكون شافوا إنه مشهد عادي، لكن هو عشان إنسان مريض عمل زوم وتكبير وجاب المشهد بصورة غير أخلاقية وزاد فيه حاجات كتير. دي رسالة اعتذار لجمهورها وللشخص اللي كبر الفيديو وعمل لها مشاكل مع جمهورها ومع أسرتها ومع أهلها. أنا داير أقول حاجة للأخت خلود. مجال الفن مجال صعب جدا جدا، وأي خطأ بيكلف الكثير، وده أول درس ممكن تستفيد منه في مشوارك الفني أنت ومخرج المسلسل وكل المخرجين والممثلين في مجال الفن والإعلام في السودان. لازم يعرفوا أن أي خطأ ممكن يكلف الكثير، ولازم تعرفوا أن في ناس منتظرين أي فرصة أو خطأ يحصل عشان يستغلوه ويروجوا له. وفي الأخير بتمنى من الأخت خلود تتجاوز الموضوع، طالما هي ما قصدها وطالما الحاجة دي جت عفوية، تحاول تتجاوز الموضوع وتنساه وتواصل في عملها الفني. بس أهم حاجة إنها تعمل حسابها وتستفيد من الدرس اللي حصل لها ده عشان ما يحصل تاني. فدي نهاية حلقتنا لهنا. ما تنسوا الاشتراك في القناة والتفاعل وتضغطوا لايك، وفي أمان الله.